غنحتاج ربعة زبدة، غنحتاج معلقة كبيرة بومبي تاع النافع مطحون ومنقي. هنايا عندي خمارة وحدة تاع الحلوى، وعندي نص سيطرة الحليب، وغادي نديرو من طبيعة الحال واحد القبصة تاع الملحة. هنا غادي نقطع ديك الزبدة، غادي نضيفها لداك الحليب باش تذوب ليا الزبدة في الحليب. غادي نضيفها تسخن واحد شويه، ما يغلاش بزاف، المهم غير يسخن الحليب شويه بما تبدا تذوب ليا الزبده. ندوز ان شاء الله باش نخويها في القصريه، ندير فيها النافع وشويه د الملحه ان شاء الله، ونعجنو بشنيخه ديالنا. غندوز نديرها فوق البوطه ان شاء الله بما تسخن معايا ان شاء الله، ونخويها في القصريه ونعجنو. ها انتما ديك الزبده بدات تذوب، غادي نطفي عليها دابا، ما غنخليش الحليب يغلى، غير يسخن شويه ونخلي تذوب معاه الزبده. راه ضفت واحد شويه الملحه، غادي نخوي داك الحليب مع الزبده. هنا غادي نحك ديك الزبده مع الحليب باش تذوب ليا مزيان. هنا بعد ما ذوبت ديك الزبده مع الحليب شويه، خلات بحال الكريم. هنا غادي نضيف واحد الخماره حمراء تاع الحلويات، غادي نضيف ديك معلقه بومبي تاع النافع، غنزيد واحد شويه القرفه. هنا زدت ديك القرفه كما قلت لكم. هنا غادي نخلط كلشي مزيان، تندمجوا ليا جميع العناصر ان شاء الله باش ندوز ندير الدقيق ديالي ان شاء الله بحول الله. نجمعوها ان شاء الله نتلاقاو. انا كنجمع بالدقيق، دقيق حسب الخليط، ماشي نقول لكم كيلو ولا كيلو مضبوط، المهم على حسب الحليب والزبده اللي هزت لكم. كاين الدقيق اللي تيشرب، كاين اللي ما تيشربش. انا غنجمعها على هذا الشكل، نعجنها معكم ان شاء الله. انا عندي كيلو تاع الدقيق، واش ندخلو اولا ما ندخلوش على حسب كما قلت لكم الحليب والزبده. انا كنضيف الدقيق، خاصها تجيني قاصحه شويه، ما تكونش جاريه بزاف، ما تكونش قاصحه باش ما تقطع عليكمش في الماكينه. ساهله واقتصاديه، ما فيهاش لا قوام بزاف لا تماره، صراحه الله كتجي بنينه وزوينه بزاف وهشيشه. ديك الزبده والحليب نجمعوها ان شاء الله ونتلاقاو معكم. هنا بعد ما تجمعات ليا العجين كتولي على هذا الشكل، كتولي قاصحه شويه، ما تكونش جاريه ما تكونش قاصحه. هانتوما هذا القوام ديالها هو هذا، هانتوما كي تشوفوا معايا. من هنا غادي نقطعها كويرات صغار ونخليها ترتاح ان شاء الله. عاد ندوزوها من الورقه بعد ما ندلكوها، وندير هذيك الطيه على 4، نطويوها على 4، عاد نسرحوها بالدلاك، عاد ندوزوها من الماكينه تاع بشنيخه. عندي لاكاع هكا مزيان، وندهنوها بشي بلاستيكه او زويف، نغطيوها عفوا واحد شويه، ندوزو ان شاء الله باش ندلكوها وندوزوها من الورقه. هنا غندوزو ان شاء الله نشكلوها معكم.
بعد ما تسرحت لنا العجينه ان شاء الله غادي نسرحو على هذا الشكل بالماكينه في رقم 2. هانتوما كتجي رقيقه بزاف. غنسرحوها باش تنشف لنا واحد شويه. هنا غندوزها من الورق ماشي. وهنا غندوزو نقليو البشنيخه ديالنا. هنا رديت الزيت كتسخن، وهنا العسل عندي راه ثقيل. هانتوما كما كتشوفوا معايا ثقيل شويه ماشي بزاف، باش تبقى ديك العسيله في البشنيخه شاده لنا مزيان. الناس يكون ضروري بحال هكا ما يكونش جاري. وهذه البشنيخه ديالنا بعد ما تسرحت واحد شويه غندوزو ان شاء الله نقليوها بالماء سخون الزيت. غنجربوا الزيت واحد شويه العجينه غنشوفوا واش سخنات. هنا باقي ما سخناتش، نتسنى حتى تسخن ان شاء الله ونرمي البشنيخه ديالنا. هنا بعد ما سخنات الزيت راني رميت البشنيخه ديالنا. ما كنرميهاش عوجه، كنرميها على تحت ديالها فين كان، علاش كانت محطوطه باش تجيني دوك الخيوط طالعين. هانتوما كما كتشوفوا معايا شكل. ونخليها ان شاء الله طيب. بعد كنضيفوها في العسل. كتنزل راسها. كنهبطوها في داك العسل باش تشرب لنا العسل. كنخليوها تشرب العسل وكندوزو ان شاء الله نرميو الاخرى ان شاء الله باش تقلى معنا القليه الثانيه. وانتم كتشوفوا معايا انا ما كنلوحهاش، كنت نحطها على هكا باش نضربها العافيه من التحت. كنت ملي كترميوها عوجه ما كتجيكمش هي هذيك. هانتوما كنستمر تنكمل جميع البشنيخه اللي عندي اللي قلي بالعسل. وما ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البشنيخه ديالنا كي جا. كنتو اول مره كتشوفوا قناتي، قناه مطبخ ام ياسين على اليوتيوب، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه ويوصلكم باش يوصلكم كل ما. وكانت هذه هي البشنيخه اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى انها تعجبكم وتنول الرضا ديالكم. هانتوما جات محمره من ذهبي ما شاء الله، غير الصوره ما عطاتهاش حقها ما شاء الله تبارك الله. جات زوينه بزاف. هانتوما جات معلكه. هانتوما حتى معكم وحده باش تشوفوها كي جات. شتيها كي جات ما شاء الله. جات زوينه بزاف. جربوها ما غتندموش عليها. تبعوا غير جميع المراحل اللي انا تبعت معكم وغتنجح معكم 100%. كنتمنى من الفيديو اليوم يعجبكم وينول الرضا ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تخليو لي تعليق ولايك الفيديو
شكرا لكم بزاف، والى اللقاء في فيديو اخر. دمتم في رعاية الرحمن، والى الملتقى ان شاء الله.